السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة فيديو مش طويل ولا قصير. هو هنعمل النهاردة الفراخ ازاي ان احنا نخليها بطريقة مميزة جدا، او حتى للمبتدئين او لسه اللي هم بيروحوا مثلا عند الجزار ان هم عايزين ياكلوا فرخة. طبعا اديكم كم ملحوظة كده عن الفراخ. اولا في تخلية الفراخ، طبعا اول حاجة استخدم السكينة دي، ما استخدمش السكينة دي انتوا شايفينها. طبعا السكينه ديت لما اجي اخلي الفرخه مش هيعرف اشوف، عشان سمك العرض بتاعها هيخليني ما اشوفش اللحم من العظم. اما السكينه دي هتخليني اشوف اللحم من العظم، لانها تبقى رفيعه زي ما انتم شايفين كده، ولازم تبقى السكينه بتاعتك حاميه جدا زي ما انتم شايفين كده. طبعا حرفيا يا جماعه انا جبت فرخه زي ما انتم شايفين كده اهي. ادي الفرخه زي ما انتم شايفين كده، وبدات اول حاجه اعملها وهي ان انا اكسر المفاصل بتاعه الفراخ. وطبعا اكسر المفاصل الفراخ عشان تبقى سهله معايا في التخليه. كمان مش هنسى اقول لكم ان انا لو هعملها كوكابي مش هاجي من ناحيه المفاصل الداخليه اللي انتوا شايفينها دي، هكتفي بس بالمفاصل الخارجيه. طبعا مش عايز اضحك عليكم، كمان لو هعملها مشويه طبعا مش هشيل الجلد، لكن لو مش هعملها مشويه زي ما انا هعملها النهارده هشيل الجلد بس. طبعا مش هضحك عليكم كمان ان انا الفراخ كمان لازم اهم حاجه في التخليه، لازم تكون السكينه بتاعتك حاميه وتكون انت متعود عليها شويه عن شويه. وكمان عايز اقول لكم على حاجه كمان، ان الفراخ كمان بتحب ان انت لما تخلي تبقى السكينه حاميه جدا، ولما تيجي تخلي تمشي مع العظم. طبعا جبت الصدر وبدات ان انا اجي من منتصف الصدر من عند الهروشه البيضاء اللي انتوا شايفينها ديت، وبدات ان انا اطلع الصدر الاولاني، وبدات ان انا اخلي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبدا اول صدر يطلع معايا كان سهل جدا. المشكله كلها هي في الصدر التاني، لان حرفيا بتبقى الفرخه اختلت توازنها. طلع الصدر معايا بالشكل دوت، وبعد كده عدلت الفرخه على العدله بتاعتها اللي انا ابقى مستريح في التخليه بتاعتها. ولازم يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده تبقى سكينه حاميه، ولازم لما اجي اخلي مع العظم، اخلي السكينه على طول لازقه في العظم مش لازقه في اللحم. وعلى قد ما اقدر في البدايه ان انا مخليش فيه لحم في العظم. طبعا طلعت الصدور، وبعد كده اجي من ناحيه الوراك واكسر الورك بالشكل ده، يبقى سهل معايا جدا. واجيب السكينه وابدا ان انا اشيل من عند المفصل بالشكل ده برضو، وهيطلع الوراك سهله معايا جدا. واجيب الهيكل طبعا بتاعي بعد ما خلاص خلصت من الوراك والصدور، اشيل المؤخره بتاعته اللي هي بتاعت الفراخ وارميها، واستخدم الهيكل عادي. بدات ان انا اجيب الوراك، وبدأت إن أنا أمشي معاه مع العظم على حرف ال زي ما انتوا شايفين كده. بدأت إن أنا أخليها بالشكل دوت، ولازم برضو أمشي مع العظم. طبعا حرفيا يا جماعة هي هتبقى مشكلة شوية أو صعبة شوية للمبتدئ في بالنسبة الوراك. وكمان مش هضحك عليكم، لما كنت بخليها من أنا اللي بصور لوحدي، فأصبح مبقتش عارف أعدلها من ناحيتي ولا من ناحية التصوير. عشان كده تلاقي بس التصوير يعني لسه، لكن لو انا معايا حد بيساعدني في التصوير طبعا هيبقى في فرق كبير، وهيظهر معايا التخلية، وهتشوف التخلية السريعة ازاي والتخلية البطيئة ازاي. طبعا انا بخليها واحدة واحدة كده عشان انتوا تشوف كمان ان انا اقدر ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا اخلي العظم من اللحم. وما فيهاش مشكلة لو اللحم فضل في العظم، كده كده انت العظم هتستخدمه في بيون في شرب في حاجات زي كده، فمش هترميه، فمش هيضرك في حاجة. فطبعا بدأت ان انا اخلي الورك الاولاني والتاني بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا مش عايز انسى اقول لكم ان انا لما خليت المفصل الداخلي زي ما قلت لكم عليه، اصبح معايا الوراك بقى فيها ثقب زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، قد الثقب اللي انا بقول عليه. عشان كده مش هتنفع ان هي تبقى كوكابي. وبالشكل دوت اصبح معايا الصدور جاهزه، والوراك جاهزه، والهيكل كمان جاهز. الاجنحه دي طبعا يا جماعه اقدر استخدمها في تشيكن وينجز سناكس عامه يعني. والصدور اقدر لها استخدام، والوراك لها استخدام. الصدور او الوراك ليها نظام طواجن وشرب. الصدور اقدر استخدمها بانيه، اقدر ان انا استخدمها برضو بطواجن وشرب. الهيكل ابدا ان انا استخدمه في شرب وبيون ومرقات وحاجات زي كده. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تدعموني على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب. اشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.